ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم طريقه سريعه وسهله جدا نقدر نعمل بيها حواجبنا، على الاقل هتوفر لنا وقت لمده اسبوع. ما نبقاش مستعجلين خالص في رسم الحواجب، مجرد بس لو بمسكره حواجب نمشط كده الحاجب وخلاص. تمام. طبعا مش عايزاكم تتخضوا من المنظر، انا عملت حاجب علشان اعمل معاكم الحاجب التاني وفي الاخر اوريكم النتيجه النهائيه اللي احنا هنوصل لها. طيب هو انا بعمل ايه؟ انا بستخدم الحنه في ان انا اعمل حواجبي. انا بستخدم الحنه اللي هي اسمها بايجن، اللي هي دي. تمام. طيب هي عبارة عن بودر، خلوني اوريكم شكلها بالظبط. هي شكلها كده بودر. تمام. مجرد ان احنا بنحطها في حاجة زي كده وبعد كده نحط عليها حرفيا نقطتين مية. طيب ايه نوع الفرشة اللي انا بستخدمها؟ نوع الفرشة اللي انا بستخدمها هي فرشة فلات رفيعة جدا علشان تساعدني في ان انا ارسم الحاجب بالشكل ده ويكون مظبوط جدا. طيب انا المفروض بعد ما بحط البودر والميه اهم حاجه ان انا اوصل للقوام الكريمي ده. ده القوام اللي انا محتاجاه. تمام. طيب انا بعمل ايه؟ خلاص انا عملت الخلطه بتاعتي. طبعا بس عايزه افكركم ان اي حد يعني يفضل يعني قبل ما يعملها ان هو يعمل اختبار حساسيه على الجلد عشان يتاكد ان هي مش هتأذيه. يعني بصوا، يعني ناس كتير اوي استخدمتها وما عندهمش اي مشكله فيها، بس يفضل ان احنا نستخدم او نعمل التست ده. تمام. طيب اول حاجه انا بنزل بالفرشه حواجبي لتحت، الشعر يعني لتحت. تمام. وباجي عند طرف الفرشه بالظبط واخد شويه من المنتج، مش كتير. طيب في اتجاه الشعر باجي من اول هنا كده واعمل زي ما انتوا شايفين خطوط جنب بعضها. طبعا ببقى مركزه ان الحاجبين يبقوا شبه بعض. بعد كده ببدأ املى الفراغات. تمام. بعد كده بالفرشة بقوم مطلعه الشعر تاني. تمام. انا لما ببدأ من تحت ما ببدأش من الاول خالص، وده برضو في رسم الحواجب عموما يعني. باجي من اول هنا كده برضو على الخط بتاع انبات الشعر. وابدأ احاول اشيل الزيادات كده اللي في البداية بقى، علشان ما تطلعش تقيلة او شكلها مش ناتشرال يعني او مش طبيعي. ببدأ انا بطرف الفرشة بعمل كده، مجرد بملى الفراغات. يعني مراية بس هتساعدني اكتر. ولو عايزه اعمل خطوط بقى بالطرف الفرشه بقوم هنا كده ممكن احط فيها عشان تديني الافكت بتاع شعر شعر. بيبقى معايا اللي هي الكوتون باد دي، واحاول ايه عشان ايه امسح بيها عشان ايه ما تعلمش. بقعد ابص كده، حاسه ان ده مثلا اغمق شويه، احاول بقى اظبط كلها ايه هتبقى جوه الحاجب نفسه. يعني خلاص انا ظبطت الرسمه. بقعد اعمل كده، حاسه ان هنا في حته اتخن شويه، ابدا اقعد اظبط بقى كده. نحط فيها ميه.
عشان تساعدني وانا بمسح يعني. طبعا احنا يعني متفقين ان الحواجب مش شرط يبقوا تبكل يعني، واهم حاجه يبقوا شبه بعض عشان ما نحسش بفرق كبير يعني. طبعا احنا عارفين كويس قوي ان الحواجب عموما هي اساس رسمه الوش. طبعا ما نتخضش خالص، يعني الالوان مش هتيجي كده تماما تماما. نفضل نظبط كده زي ما احنا شايفين. تمام. طيب انا بسيبها تقريبا حوالي 10 دقايق، وبعد كده ايه بمسحها بقطنه فيها ميه امسحها. فخلوني أنا كده يعني اقعد ال10 دقايق وارجع لكم نشوف الريزلتس شكلها عامل ازاي. طيب انا رجعت لكم خلاص. شلته زي ما قلت لكم، هي قطنه وميه نمسح مش اكتر من كده. انا حرفيا مش حاطه اي حاجه في حواجبي، الفرشه القطنه بيضه اهي. مش عارفه شايفينها بيضه، مفيهاش اي حاجه خالص. طيب زي ما شفنا مع بعض كده الطرق يعني ما خدتش مني وقت خالص. خليني اقول كل ما الحاجب انا محتاجه ارسمه رسمه اقوى، يعني ممكن يكون الحاجب ما فيهوش شعر كتير، كل ما احتاج ان انا اقعد الحنه على حواجبي اكتر اكتر شويه. يعني انا ممكن الاساس بتاعي اقعدها 10 دقايق وبعد كده امسح. لو حسيت ان في حته محتاجه تتظبط اكتر ممكن احطها واقعدها كمان هي كمان 10 دقايق لوحدها، بحيث ان انا مبقاش بقيت حاجبي تقيل او حاجه. فانا بحاول اظبط. المفروض ان اللون بيختفي واحده واحده في خلال اسبوع كل ما بنغسل وشنا عادي جدا. عشان كده تقريبا الخطوات اللي انا يعني اتكلمنا عنها النهارده هنحتاج ان احنا نعملها تقريبا مره كل اسبوع. يا رب تكونوا استفدتوا. ولو انتوا عندكم اي اسئله بليز اكتبوها لي في الكومنت. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تستفيدوا منه. انا منزله فيديوهات تانية كتير، مش كتير قوي يعني عن الميك اب ونصايح كده للشعر. انا اوريدي في حاجات بجربها وهديكوا ريفيو تاني بعدها، بعد كده ما اوريكوا افتر وبيفور، قبل وبعد الدنيا اخبارها ايه. يلا باي باي.